نفس إخواني الموضوع اللي صار لنا الأعزاء، ساعة نتحاور فيه. اصبر. الموضوع الذي نحن أصل الحوار فيه هو أنه من هم الذين ينطبق عليهم أولي الأمر الذين نص عليهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من قال الله قال الرسول بالأدلة الشرعية. تفضل أحمد. طيب، لا أنا عادل بالوقت الحمد لله. أنا ستكون مداخلتي عبارة عن، بما أن الآن صار لنا ساعة نتكلم ونؤصل، تكون مداخلتي عبارة عن أسئلة وأتمنى أن يجيب عليها. أولا في معجم رجال الحديث للخوئي الجزء 8 صفحة 240، سجل عندك يا أبو يوسف. أقول، هذا كلام الخوئي، أقول هذه الروايات لا تدل على وهن ومهانة في زرارة، لأن الواجب على كل مكلف أن يعرف إمام زمانه، ولا يجب عليه معرفة الإمام من بعده. لا يجب عليه معرفة الإمام من بعده. فلما توفى الصادق عليه السلام قام بالفحص فأدركه الموت مهاجرا إلى الله، وقد وردت روايات كثيرة في ذلك. يقول: ثم فلا حرج على زرارة حيث كان يعرف إمام زمانه وهو الصادق، ولم يكن يجب عليه معرفة الإمام من بعده في زمانه. فلما توفي الصادق قام بالفحص فأدركه الموت مهاجرا إلى الله. سؤالي لك الآن: هل زرارة كان يعرف من الإمام المنصب من الله بعد الصادق أم لا؟ هذا السؤال الأول، أريدك أن تجيبني عليه وترد على كلام الخوئي الذي قال لا يجب أن يعرف الإمام من بعده كما ذكر في معجم رجال الحديث. ترد على كلام آصف محسني في الجزء الأول مشرعة بحار الأنوار الجزء الثاني صفحة 223: فإن المؤمنون لم ينتفعوا ولا ينتفعون من إمامهم الغائب عجل الله فرجه في الأصول والفروع. ما في أي استفادة من المهدي في زمن الغيبة. كيف الله يأمرنا أن نطيع أولي الأمر إذا كان هو مشمول بهذه الآية وعلمائك يقولون لا ننتفع منه لا في الأصول ولا بالفروع؟ وإذا كان الله قد أمرنا أن نرجع في الأصول أو الفروع أو في الدين إلى أولي الأمر بالمقصود منه الإمام، عطني مسألة واحدة شرعية دينية في زمن الغيبة استفاد منها الشيعة للإمام المهدي حتى ننزل الآية ونقول نعم تشمل المهدي. سؤالي لك: هذه الآية أولي الأمر الذين أمرنا الله تبارك وتعالى بالرجوع إليهم، هل تشمل المهدي؟ إذا كان الجواب نعم، عطني مسألة واحدة دلكم عليها صلاة صيام حج صوم دعاء، أي مسألة شرعية دلكم عليها المهدي في زمن الغيبة. رد على كلام الإمام علي الذي قال: املكوا عني، في نهج البلاغة، املكوا عني هذين الغلامين فإني أنفس بهما أن يموتا فينقطع بهما نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الإمام علي ما كان يعرف أن الحسن والحسين إمامين. 3 من الصحابة المنتجبين من كتبك بايع علي على أنه إمام منصب من الله. افهم، نحن نعرف أن الإمام علي بويع على أنه خليفة شرعي للمسلمين، لكنه إمام منصب بهذه الأدلة. أتحداك أن تأتيني بواحد سواء من المنتجبين أو غير المنتجبين. رد على محمد بن الحنفية ابن الإمام علي الذي ادعى الإمامة، والرواية صحيحة في معجم رجال الحديث، حيث قال الخوئي أن الرواية صحيحة ودالة على إيمانه واتباعه للإمام علي بن الحسين، لأنه نازعه وقال أنا صنو أبيك وأبوك مات ولم يوصي. هل محمد بن الحنفية كذب وكفر؟ لأن الراد على الإمام هذا ما رد، هذا نازع الإمام، كفر ثم تاب ورجع إلى الله، أم أن الإمام علي لم يبلغ أغرب الناس إليه وهو علي ابنه محمد بن الحنفية؟ يقول قبل قليل: لم يفترقا كتاب الله وعترتي. اليوم يا شيعة
أين القرآن الكامل الصحيح الذي جمعه علي عند المهدي؟ سأتيك بأقوال علمائك. وأين المهدي؟ إذا كانوا مجتمعين، أين القرآن الصحيح الكامل وأين المهدي؟ المجلسي يقول لابد للناس من إمام ظاهر مشهور أو خائف مغمور، والظاهر المشهور كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والخائف المغمور كإمام الزمان الحجة عجل الله فرجه، وهذا قاله في بحار الأنوار. خلص وقتك. المعلومة ترى جاي ياكل بس أمانة بالوقت. تفضل أبو يوسف لك 5 دقائق. طيب كبر لي الشاشة أبو آزر. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أبو آزر موجود؟ طيب كبر لي الشاشة حتى الناس تستفيد من النظر إلى وجهي المبارك طبعا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني، كل ما قاله الباحث نحن نأخذه هكذا ونرميه لأنه خارج الموضوع، وسوف نؤصل لكم الموضوع من جديد. جيد. وهو الموضوع الذي ذكرت عنوانه في البداية. قال الله وقال الرسول من هم أولي الأمر. أنا شو دخلني بزرارة ولا الصحابة الذين هلكوا وفطسوا ولم يبايع أبو بكر، وما دخلني بفلان وعذان. لا 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 تقاطع. عيد لي وقتي. لحظة عيد لي وقتي. أنا مساء قلت يلا زرارة فطس. يلا نسحبها. يلا مثل ما سحبتها. وليد سحبتها. يلا حبيبي لحظة. يلا سحبتها. قلت زرارة فطس وزعلت. ممكن الواحد يبعد بعيد شوية على الجوال الآن. ما قاطعوني. ليش تقاطع؟ لا تقاطع. اسحب الكلمة اللي قلتها التجاوز. سحبتها. كلمة فطس اسحبها. لا والله. يلا سحبتها مثل ما انت سحبتها. خلاص يلا واحدة بوحدة. خلاص كبر لي الشاشة أبو آزر. خلينا انت كبر لي الشاشة يا أحمد العبودي. لا تفتح الكتم، خليه يجي يكبسه يا أبو يوسف بالله. طيب قل له راح أعيد لك الوقت على كيفك غير منسق مع الوقت. طيب. ونسق لهم الوقت. طيب. بيد الله. نعيد إخواني الأعزاء. الموضوع هو الموضوع هو من هم الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. افتح الكاميرا يا أحمد يا منسق الوقت الفاشل. طيب والعباس أبو فاضل 5 ب5 بس زين جاك ما جاي تسمع. يا بيراوينا في الوقت 3 الحين بعده يا أخي. تو بدأ أبو يوسف بدأ دقيقة وثانيتين، الباحث قاطع عدت له الوقت 17 ثانية. طيب تفضل. فكل ما تكلم به الباحث لا قيمة له لأنه خارج الموضوع. أنا ما دخلني بفلان تكلم، فلان بايع ولا فلان ما بايع، شنو تكليف فلان. ما لي دخل فيه. أولا نتكلم في تأصيل الموضوع. أولا هل يوجد نص أو لا يوجد نص؟ هل يوجد بيان ومصداق من الله ورسوله لأولي الأمر أو لا؟ إذا ما عندك قل ما عندي وأنا سلمت لكم، والذي أعتقد به هو كذا وكذا وكذا، وبعدين نناقشك فيما تعتقد فيه وأنت ناقشنا فيما نعتقد فيه. سلم لنا، لأن الذي يعلم هو حجة على من لا يعلم ونحن نعلم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلى. قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه، ومن كنت وليه فعلي وليه. وثلاثا كررها عليهم. قالوا بلى. فقال فمن ثم قال إني مخلف فيكم الثقلين، وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. طيب وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وهذا حديث صحيح وله طرق عديدة. من ساعة واحد مسكين يأتي يقول طريق عطية، ولك أي طريق عطية؟ نحن عندنا عشرات الطرق من كتب السنة ومن كتب الشيعة،
طيب، وسئل أمير المؤمنين في الحديث الصحيح في معاني الأخبار الجزء الأول صفحة 90 الحديث الرابع باب معنى الثقلين والعترة، قال سئل أمير عن الحسين عليه السلام، قال سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن معنى قول رسول الله إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. من العترة؟ قال أنا والحسن والحسين والأئمة التسعة من ود الحسين تاسعهم قائمهم ومهديهم لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم. ونص رسول الله الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة يقول الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح الولاة على دونهم، وهذا موافق لاعتقاد أهل السنة. قال حرب الكرماني في باب القول بالمذهب صفحة 32 من كتاب السنة، وهذا مذهب أهل العلم من زمان أصحاب رسول الله إلى أحمد إلى يومنا هذا، وجالست من جالست منهم فكان من قولهم أنهم قالوا الإيمان قول وعمل ويزيد والخامس والعشرين أن الخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان ولا تصلح على دونهم أو ولا يقر لغيرهم، كما قال رسول الله في البخاري ومسلم وأحمد وغيره الخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان وما بقي منهم اثنان. طيب أيها الناس، هذا تقرير عقيدة الشيعة وتقرير ما قال به السنة. السنة هم أجمعوا، يقول النووي كون الخليفة من قريش اتفاق العلماء كافة. الآن نحن نريد أن نعرف بعد هذا التأصيل العلمي الجميل الرائع المؤصل المدعم بالأدلة، ونحن لم نسمع من هذا المقابل لنا أي دليل، نريد أن نعرف. نحن الشيعة نقول قال الله قال الرسول، أنتم هو يزعم أن فهم الصحابة مصدر لأخذ الدين، يعطينا دليل. هو يزعم أن أبا بكر وعمر كانوا خليفة، ليش تروح للمهدي ولا زرارة ولا فلان؟ تعال تفضل نتكلم في أول واحد بعد النبي، اعطنا من قال الله قال الرسول. يزعمون أن دينهم كامل وهم دينهم ما فيه أعظم واجبات الدين النبي تركها ولم يبينها. يزعمون أن دينهم كامل والرسول صلى الله عليه وسلم تركهم على المحجة المغوشة، مو البيضاء، محجة معوشة مغوشة كل شيء ما يشوفون فيها، حتى أن الصحابة تعاركوا وقتل بعضهم بعضا على الخلافة كما قتلوا سعدا، كما في البخاري قالوا قتلتم سعدا قال عمر قتل الله سعدا أو قتله الله. الآن باقي لي 20 ثانية. سؤالي لك يا أيها الأخ السلفي الوهابي، دليلك من قال الله قال الرسول على طريقة الإمام، تنصيب الإمام في الإسلام، ومن هو مصداق أولي الأمر بقال الله قال الرسول؟ تفضل. خلص وقتك وليد حبيبي، لك 3 دقائق بعد منها. طيب 3 دقائق. طيب شوفوا شلون يا أخوان هرب من كل أسئلتي وقال خارج الموضوع، من أصل الموضوع الحين ركز على علي. كل الأدلة اللي جابها عن إيش؟ عن تنصيب علي. والدين الشيعي يلتزم 12 إمام. أتحداه أن يثبت أن كلمة ولي أو أولي الأمر منكم تشمل جميع الأئمة. يا أخي سلمت لك خلاص، كل اللي قلته سلمت لك لعلي، أوكي اتفقنا على علي. عطني الباقي يا رجل، عطني المهدي، هل تنطبق عليه الآية أم لا؟ أتحداك، أقسم بالله أتحداك. حتى أقرب علمائك قالوا أن الإمام لا ينتفع به. ما رديت لا على آصف محسني، لا على الإمام علي، لا على محمد بن الحنفية، لا، ما رديت على شيء. هربت هروب والله مضحك، والله مضحك. ثم استدليت بحديث من كنت مولاه، وهذا الحديث لا يصح عندك. تخيل أن هذا الحديث لا يصح عندك وهو ثابت عند أهل السنة والجماعة بفهمنا لا بفهمكم. حديث الثقلين لا يصح عندك. تخيل أنت شلون معتمد اعتماد كلي في دينك على أهل السنة. أنت ما تستطيع أن تتعبد الله إلا بدين أهل السنة، سواء برواياتهم أو بقرآنهم الذي افترق عن المهدي. عندك اليوم لا قرآن للشيعة لأنه عند المهدي، وإذا خرج المهدي سيخرج هذا القرآن، وأيضا المهدي غير موجود فهم افترقا. فهذا الحديث اللي جاي تستدل فيه على أرض الواقع غير صحيح وغير موجود. يقول دينكم لم يكتمل. اسمع ماذا يقول الخميني: فإن الله
يقول الخميني إن النبي حاول وجاهد كل سعيه حتى آخر نفس، إلا أن الحزب المخالف لم يدعوه يكمل العمل. الله أكبر. النبي مات ولم يكمل العمل. وهذا في كشف الأسرار للخميني، طبعة المحجة البيضاء، ليست الأردنية المزورة، هذه اللي ردت على الطبعة الأردنية. وتحداك أن تخطئ الخميني الآن. ثم أن قلت الأئمة كلهم من قريش من بطن هاشم. شوفوا الإمام كيف لا يحسن البلاغ يا أخوان. أبناء الحسن من قريش؟ نعم. من بني هاشم؟ نعم. محمد بن الحنفية من قريش؟ نعم. من بني هاشم أبو الإمام علي؟ نعم. إذن حتى الإمام لم يحسن البلاغ ولم يبين أنهم هم فلان وفلان وفلان. النص اللي جبته يهدم دينك يا رجل. أن الإمام شمل أبناء الحسن وأبناء علي من غير الحسن والحسين كمحمد بن الحنفية وأخوان الحسين وأبناء الحسن، كل هؤلاء من قريش ومن بطن هاشم. خلص وقتك. الزامي لا الزامي 5 ثواني. خلي ياخذ زياده. شوف خلي ياخذ زياده. اطل زعمك ما يخالف. الزامي عطني صحابي واحد من المنتجبين او غير المنتجبين بايع الامام علي على انه امام منصب من الله. أتحداك ومن كتبك. يلا خليك كاتب. شوف أطلع لك طيب. الوقت أنا يصير 3 دقائق بعد لا تطرح. عندك وقت. طيب. آخر 20 ثانية 10 ثواني. لا شوف أخونا المؤقت نبهني قبل انتهاء وقتي. فاتح كاميرا فأفتح كاميرا. المشكلة أني أنا قاعد أقرأ من الكتاب. أقرأ من الكتاب، بس نبهني قبلها ب10 ثواني عشان أطرح إلزامي ما أزيد في الوقت لو تكرر. ماشي تفضل أبو يوسف 3 دقائق. أوكي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مرة ثانية نأخذ كل كلام الباحث ونرميه. ليش؟ لأنه خارج الموضوع. ما دخلي أنا بما يقوله السيد الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفذ جيش أسامة وما استطاع. ما يستطاع أن يكمل العمل. كثير من الأعمال الرسول ما استطاع أن يكملها. أما الدين السيد الخميني وكل علماء الشيعة عندهم كامل، وأن النبي نص على الإمامة ونصب الأئمة وكل شيء. كل كلامك نأخذه نرمي. كذبت على الشيعة وقلت طيب، وقلت بأنه ما عندهم حديث الغدير صحيح. هذا هذا من مهازل الدهر. ولهذا أيها السنة أنا ماذا أقول لكم دائما؟ أقول لكم تابعوا المشايخ المعتدلين السنة، أمثال الشيخ إبراهيم الشيخي، حسن فرحان المالكي وغيرهم كثيرين موجودين، السيد حسن السقاف في الأردن وغيرهم. هذول الناس السنة المعتدلين اللي يفهموكم أحاديث الرسول اللي في كتب السنة. حسن فرحان المالكي مثلا طبعا في كتبه موجود الخصال صفحة 65 باب التذكير أو الوصية بالثقلين والعترة حديث 98 حديث صحيح وله عدة طرق وصححه السيد الخوئي. انت منو حتى تقول حديث الغدير مو صحيح عند الشيعة؟ تكذب وما رديت على كتبك. رد على كتبك، بعدين أنا جاي أحاورك في كتبك أنت، بس ترمي 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 على الشيعة ما عندك جواب. أيها المسلمون، أعظم واجبات الدين يقول الشيخ الفوزان في كتابه إعلام الأنام بطريقة. لا تقاطع حسام، عيد لي وقتي. ليش يقاطع هذا؟ يفتح المايك. حسام خليك كاتب. لا يقاطع، سوى ضجة والآن راحت هذا. عيد. لا ما قاطع أبو يوسف. لا عيد لي وقتي، فتح الميكروفون. طيب ما جات شوف حتى موقف وقتك. الآن أيها الأخوة، هذا الرجل نسأله عن أعظم واجبات الدين التي قال فيها الفوزان في كتابه إعلام الأنام بطريقة تنصيب الإمام بالإسلام الصفحة 6 أن الصحابة تركوا رسول الله لم يدفن وذهبوا لكي ينظروا في تعيين الإمام والرسول. ويقول ابن تيمية هي أعظم واجبات الدين. أين النص عليها؟ ألم يبين الله؟ لماذا دينكم ناقص؟
لماذا علماء السنة يقولون أن رسول الله لم يبينه ويتهمون مثل ما اتهم عمر النبي وقال اللهم من بينت له فلم تبين لي؟ وبسند صحيح عندكم مصنف عبد الرزاق. شوفوا أنا أتكلم أعطي المصادر، هو ما يعطي، هو بس يتكلم 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 ولا أعطى مصدر. الآن إلزامي لك من جديد، ارجع للموضوع، خلي الناس تعرفك. ما هو مصداق آية أولي الأمر ومن هم أولي الأمر بقال الله قال الرسول؟ اعطني من كتبك، من كتبك، من قال الله من قال خلص الرسول. وقتك يا أبو يوسف، أتحداك. خلص وقتك أبو يوسف. عدي 10 ثواني هو أخذها. لا، أتحداك موقفها. يابا، أتحداك أن تأتي بقال الله قال الرسول في الموضوع. تفضل. تفضل وليد. طيب يقول يا اخوان والله انا ندمت اني تحاورت معه، اقسم بالله انا توقعته عنده علم، عنده علميه. طبعا كلكم ستندمون، كلكم ستندمون كلكم والله. لا تقاطع لا تقاطع يا ابو يوسف، خلي يا ابو يوسف. والله انا مصدوم من مستوى ابو يوسف في الحوار، اقسم بالله. الآن أمام الجميع يا أخوان لم يجب على أي سؤال. اتبعوا فلان وليش ما اتبعتوا العالم الفلاني، ترك الحوار كله ولم يجب على أي سؤال، ويقول لي اتبعوا فلان وفلان. أنتوا اتبعوا أحمد الكاتب أيضا، واتبعوا فضل الله اللي كفرتوه، واتبعوا أنصب، ما عندكم مرجع عربي أصلا، كل مراجعكم عجم. المهم ليس هذا موضوعنا. هل أجاب يا أخوان؟ والله أسلم له، والله أسلم له بكل ما قال. إذا جاب لي صحابي واحد سواء من المنتجبين ولا غير المنتجبين بايع علي على أنه إمام منصب من الله، ليست البيعة التي تمت لعلي كما تمت لأبي بكر وعمر، كما قال علي إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبي بكر وعمر، البيعة السياسية التي يقول عنها الشيعة. أتحد بل أجعل كتبه حجة علي. أنا سأعطيه سنة ضوئية، سنة ضوئية. إذا جاب لي واحد حتى لو الحسن أو الحسين حتى من كتب الشيعة، أجعل كتب الشيعة، والله يا سنة أنكم والله نفتخر بقوة دينكم، أجعل كتب الشيعة حجة علي. أتحداه حتى من كتبه. تخيلوا، ما يستطيع، أقسم بالله ما يستطيع. هو الآن يدافع عن عقيدة لا يستطيع حتى أن يثبتها. بل أنا قلت له نص واضح من علي، رد على كلام الإمام المعصوم. طيب قال املكوا عني هذين الغلامين أي الحسن والحسين فإني أنفس بهما أن يقتلا فينقطع بهما نسل رسول الله في نهج البلاغة. طيب إذا كانوا منصبين من الله كما تزعمون، الإمام علي يخشى عليهم من الموت وانقطاع النسل؟ كيف الله نصبهم وجعل إلهي والإمام علي يعرف ويخاف عليهم من الموت؟ كيف يا رجل؟ أقول لك الخميني قال أن النبي مات ولم يكمل العمل، يقول لي أيوة جيش أسامة. النبي أمر أن ينفذ جيش أسامة. إذا كان في أحد منع، ليس النبي، إذا في أحد منع جيش أسامة كما تزعمون الصحابة، النبي ما له دخل. أقول لك الخميني قال أن الصحابة لم يمنعوه من أن يكمل. طيب أعطيك إلزام أقوى، أن في إسناد صحيح كما في صححه المجلسي أن النبي مات وكان يريد أن يعلم الأئمة أسماء لا يتسمون فيها ثم مات ولم يبلغ. والآن أستخرج لك الرواية، لن أحيد عن سؤالي عن إلزامي. أما سؤالك والله بسيط، هم العلماء، والله هم العلماء، وأنت بنفسك من ساعة قريت أن الإمام المعصوم أرجعكم لمن؟ أنت للفقهاء. أنت إيش الآن نظريتك؟ ولي الفقيه. خلص وقتك. إلزامي صحابي واحد، أجلني صحابي واحد ما يعلي على أنه إمام منصب من الله. تفضل. يابا أنا شو دخلني بالصحابة؟ أنا أستطيع أقول لك مالك بن نويرة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له على ماذا أبايع؟ قال على تشهد لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وأن هذا وصي رسول الله، وأشار إلى علي فقام، فلما أدبر قال رسول الله هذا رجل من أهل الجنة. هاي رواية عندنا. عمي أنت شنو أنا أضيع وقتي؟ أنت تريدني أضيع وقتي؟ أنا أركض وراك مو كيفك. شوف أنا اليوم راح أندمك،
أندمك وأندم كل واحد يتورط. أنت مو أعلم من تلاميذ الشيخ البغدادي الذين هربوا من الحوار، مو أعلم منهم أنت. نحن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، أنت تقول العلماء. إخواني، قال العلماء وهرب. أعطيني قال الله قال الرسول أنهم هم العلماء. وأي نوع من العلماء؟ أكو مصادق لهم. أنا أقول العلماء هم أهل البيت. قال أهل البيت عليهم السلام نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون. يلا انتهينا. أحسنت، بارك الله فيك، أثبت لنا بأن أولي الأمر هم أهل البيت عليهم السلام. قال أمير المؤمنين عليه السلام: والحديث صحيح كما قال ابن كثير، ثبت من غير وجه عن أمير المؤمنين علي بأنه وقف على منبر الكوفة وقال: سلوني عن أي آية من كتاب الله وعن أي سنة من سنة رسول الله. أما عمر وأبو بكر وبقية الصحابة ما كانوا يعرفون. عمر في البخاري يقول: ألهاني الأصوات، ألهاني الصفق بالأسواق عن أمر رسول الله. أبو بكر يقول: أي سماء تظللني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. العلماء أهل البيت. علي بن أبي طالب هو أعلم العلماء، هو أعلم الناس بالسنة. الحسن يقول الحسين عليه السلام، الحسن تقول هات الحسن عليه السلام خطب خطبة صحيحة في الكافي، وفي عندك أنت في كتبك أحمد بن حنبل وغيره. قال: لقد فارقكم بالأمس رجل ما سبقه الأولون ولا يلحقه الآخرون بعلم. مو أنت قلت هم العلماء؟ خذ هذا الحسن بن علي بحديث صحيح في الكافي الشريف وفي مسند أحمد وفي كل كتبك، يقول: إن أعلم أهل الأرض بعد رسول الله هو علي. تريد العلماء؟ أنت مع من تقارش؟ أنت مع من؟ أنت مع شيعة علي، شيعة علي بن أبي طالب في العالم. تريد أن تقول بأنه ولاة الأمر هم العلماء؟ يلا، العلماء هم أهل البيت. هات نص بأن العلماء، يقول رسول الله: أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي. حديث صحيح رواه الحاكم. طيب أعطني قال الله قال الرسول من هم العلماء. خلص وقتك أبو يوسف. والله أول مرة تكسر خاطري يا أبو يوسف. تفضل. أول مرة في البثوث كلها تكسر خاطري، لأنك تنتقل الآن علي عالم، علي فاضل، علي شجاع، علي. يا أخي إيش دخل هذا في موضوعنا يا رجل؟ ما له علاقة. كل ما قلته راح أحطه في كيس وأرميه جنبي، ما راح أقول لك في هذا في جنبي. يا رجل أجبني، صحابي واحد بايع علي على أنه إمام منصب من الله. يا رجل تكفى أرجوك من كتبك. شوف والله عجزك من كتبك. يبقى متنازل من وقتي. يلا يا إخوان متنازل، هذا وقتي، باقي وقتي عطني صحابي بايع علي على أنه إمام منصب من الله. تفضل أجب على سؤالي هذا. شوف والله لا أحرجك، والله لا أخليك. جيد، مو مشكلة، أخذ وقتك وأتكلم في الموضوع. لا تجيب، لا تعطيني وقت. لا ما تعيد له، ما تعيد له، لا ما تعيد له. أنا راح أعيد الجواب، عيد لي. طيب جوابي راح أعطيك جوابي، لا تعيد له. لا اسمحني أرجوك. أنا أنت لما مرد الصحابي واحد راح أعطيك صحابي. أنت مو قد ما متنازل عن وقتك؟ لا ما تنازلت. اسمع، لا والله تنازلت، لا تكذب. عيد لي الوقت. أنا سأشترط. لا تعيد. لا تقاطعني. إذن ليش تقاطعني؟ أنت قلت تفضل من وقتي ومتنازل. يا حبيبي أنا سأشترط عليك شرط وسأعطيك وقتي، لأنك لن تجيب في وقتك. حلو؟ وقتي كله لك. عطني صحابي واحد بايع علي على أنه إمام منصب من الله، ليست البيعة السياسية، ومن كتبك، وأتحداك بإسناد صحيح طبعا، تذكر لي المصدر والإسناد والرواية، لك كل وقتي. تفضل أجب على الوقت أعطيتك إياه، مو عشان تهرب، عشان تجيب. يلا وليد حبيبي، كم باقي من وقت؟ راوينا، افتح الشاشة. كم باقي من وقت؟ موقف الوقت أبو يوسف. كم باقي من وقته؟ كم باقي؟ أخذ 44 ثانية. إذا هذا أنا راح أجيب وأتنازل عن باقي وقته بعد ما يقاطع. آخر مداخلتين لكل طرف. لا من اللي حطها آخر مداخلتين؟ أنت مو مطالب. أنت ما لك دخل.
انت مالك دخل. عزيزي صاحب البث انت مالك دخل، انت مالك دخل. ياتي صاحب البث مثل ما سوى حسام، ياتي صاحب البث هو يقرر، مالك دخل انت. طيب تكتم صلاح. تفضل ابو يوسف. يلا الان شوفوا اخواني، قال صحابي بسند صحيح، هذا الامام الحسن بن علي بن ابي طالب في كتاب الكافي، وقال عنه المجلسي حسن، وقال عنه الشيخ هادي النجفي في موسوعة اهل البيت صحيح. قال لقد فارقكم بالامس. لا تفتح المايك، لا تفتح المايك. قال لقد سد الميكروفون. السند قال السند ارجوك السند. اعطيتك من سد وقتي وليد. المصدر والسند. شوفوا يا اخوان وليد بدا يقاطع. وليد في مداخلتك لا لا اطلب ارجوك، انا السند اعطيته ومن وقتي. وقتك. لا لا أرجوك، تقاطع. أرجوك. لا حتى اعطيته لو وقتي. اعطيته وقتك. اعطيته حتى وقتي. لو اعطيته وقتك. اشترطت يا عليه وليد. اشترطت عليه شرط اكتم يا وليد. اكتم يا المصدر وليد. والسند. المصدر والسند. وليد ارجع لي وقتي. لا الرجل ماكو. انا انت جاي اجيب. تنازلت عن وقتك. بس الرجل دقيقة ابو يوسف. خان العهد. ابو يوسف بعدني بس ما دقيقة ابو خلصت. يوسف. يذكر المصدر بعدني ما والسند. خلصت انا. بعدني ما ابو خلصت. يوسف بس دقيقة. وليد تنازلتوا عن الوقت ماكو بعد. والله لا رجع الوقت. حبيبي احنا تنازلت مو أطفال. بشرط. اكتم. حبيبي تنازلت اكتم يا بشرط. حبيبي. اكتم يا حبيبي عزيزي. يا رجل انا تنازلت حياتي. بشرط. ما اكتم يا اشترطت وليد. عليه. لا اكتم. لست منصفا. وليد تنازلت وليد. بالشرط. يلا طيب. تفضل. وليد اكتم. احنا طيب، اول أيها شيء مو الأخوة. اطفال. بس دقيقة ابو يوسف مو اطفال. تفضل اعطيني الوقت. ما جاوب حبوب رجع لي اياه. لا قاطعت. لا اشترطت عاد عليه. الوقت. اسالك بالله الا وليد، اشترط السند. أنا ما لي مو دخل. مشكلة، مو السند مشكلة. والمصدر. انا مالي دخل. اسالك أنا مالي بالله دخل. ما اشترطت عليه اكتم يا السند وليد. والمصدر. اعادة للوقت. اعادة لا للوقت. اسالك تفضل ابو يوسف. بالله ما اشترطت عليه. وليد. مو يلا. مشكلة، مو مشكلة. ربع مرآة ساعة. العقول. شوف ساكتم نفسي وليد. ربع ساعة. مرآة يلا العقول الجزء الثاني الجزء الرابع عفوا صفحة 308. عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن مثنى عن زرارة قال كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقال له رجل من أهل الكوفة يسأله عن قول أمير المؤمنين عليه السلام سلوني عما شئتم فلا تسألوني عن شيء إلا نبأتكم به. قال إنه ليس عند أحد ليس أحد عنده علم شيء إلا خرج من عند أمير المؤمنين فليذهب الناس حيث شاءوا فوالله ليس الأمر إلا ها هنا وأشار بيده إلى بيت. الحديث الثاني حسن. أيضا إخواني الأعزاء هذا الإمام الحسن عليه السلام هذا من الكافي. نعطي الرواية من أين؟ من مسند أحمد. من مسند أحمد الجزء الثاني صفحة 344 قال خطبنا الحديث 1719 عن شريك حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن هبيرة خطبنا الحسن بن علي فقال لقد فارقكم بالأمس رجل لقد فارقكم رجل بالأمس لم يسبقه الأولون بعلم ولا يدركه الآخرون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثه جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله لا ينصرف حتى يفتح الله على يديه. والحديث الذي بعده أيضا لقد فارقكم بالأمس ما رجل بالأمس ما سبقه الأولون بعلم ولا أدركه الآخرون. هذا حديث صحيح يقول إسناده صحيح. الآن أجبناك عن الحديث وهذا وأعطيتك حديث مالك بن النويرة. طيب وكل الصحابة بالمناسبة أنا ليش يعني آتي بأحاديث الصحابة الذين بايعوا الإمام علي عليه السلام يوم الغدير كلهم بايعوه لأن رسول الله أمرهم قال ألست بأولى بكل مؤمن من نفسه قال بلى قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه. كم باقي من وقته أحمد؟ كم باقي من وقته؟ دقيقة ضبط. دقيقة يعني لي 4 دقائق. الآن نبدأ أخوان الأعزاء بعد أن أجبناه وبعد أن أعطيناه الحديث الآن نرجعه إلى أصل الموضوع. هو قال العلماء هم أولو الأمر تقدمنا طلعناها للدرة من عنده. الآن أولا نطالبك أولا أن تعطينا من هم العلماء الذين نص عليهم رسول الله وأين قال رسول الله أنهم هم العلماء. نريد نص أن رسول الله قال هم العلماء هم العلماء. طيب ومن هم هؤلاء؟ نريد مصادقهم من بعد رسول الله. ومن هم العلماء الذين ينطبق عليهم هذا الأمر
وهذا في هذا الزمان بنص رسول الله. هذا خلصنا من وقتك. الآن يبدأ وقتي. الآن يبدأ وقتي يا أحمد، ابدأ وقتي من جديد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ها؟ طيب الآن انا اعطيتك 40 ثانيه، انت تكلمت الان 3 دقائق و13 ثانيه. انت ما قلت لي لا 40 الان ثانية. لك شنو؟ الان لك عمي شنو انت اعطيتني دقيقتين يا احمد. خلي احمد يتكلم. يقول لي خلي احمد يتكلم. انا احمد اعطيتك كم دقيقة اعطاني؟ كم دقيقة 40 اعطاني؟ ثانيه، تفضل الان لك 40 كم ثانيه دقيقة؟ اكمل وقتك. لا وليد. كم دقيقة اعطاني؟ وليد قلت أنا أتنازل عن وقتي لأبو يوسف بس كوني يجيب. احسنت. لو ما بعد كم قلت. من وقته؟ كان باقي لي 40 ثانيه. لا، الان هو أنت تكلم كذا. اول لا، ما بدأت عزيزي. مو بكيفك. يبا لا، خلاص. خلي انا بس ادري انه دقيقة متورط، بس. انا ادري انه متورط. يبا يبا عطى 10 حبيبي بشرط ما علينا بشرط ما يعطيني علينا. الروايه اللي طلبتها منه. تفضل. طيب اخواني الاعزاء، اعطيتك الرواية. طيب اعطيتك الرواية. اي المهم روايه؟ من بايع عليه على انه منصب؟ قلت لي لا تقاطع لم وليد. يسبقكم لا وفارقكم بالامس لا رجل، تقاطع. فارقكم بالامس رجل. وين الروايه يا رجل؟ لا تقاطع يا في حبيبي. عند يا لا حبيبي الكليني. لحظه عند وليد، الكليني. عند تتحدى الكليني في الكافي. لحظه يلا، خلينا الان نعيده. هو تكلم الان. ليش تعيد حبيبي؟ هو الان له وقتي 40 يعاد. ثانية وقتي يعاد مو وقتك. كيفك. مقاطعة وقتي يا يعاد. وقتي يعاد. حبيبي. انت جاي اللي تتكلم. قاعد وقتي. وليد. انت لما عمي لحظة أبو شنو يوسف، لحظة، ابو لحظة. وقتك؟ لحظة، أبو صلاح يوسف. صلاح اتكلم. الرجل لحظة، مو لحظة. اول ما أبو يوسف. لحظه. لا اسكت أبو اسكت يوسف. اسكت. انت اسكت دائما دقيقة. دائما ما اسكت ولا ثانيه. وقتي اخر 3 دقائق. انت تنازلت أنت من الحين- بدايه مداخلتك. انت حبيبي انا تنازلت اعطيتك من 40 بدايه. ثانية يا رجل. ما قلت 40. اخواني قال 40 اللي ثانيه. باقي من اتحداك. وقتي، اللي باقي اعطيتك عزيزي. عمي انت توك وليد. بديت. يلا، انت ممتاز. توك بديت. يلا، بس يلا. دقيقة أبو يوسف. انزل. بس دقيقة. اسكت. حاضر يلا. وليد لا تقاطع. حالك 3 لا لا دقائق ما لأن قاطع. أنت شوف هو تنازلت. ما التزم، هو ما وليد. التزم باللي انا طلبته. بس يلا مو مشكلة. لا عزيزي، يلا خليك كاتم. بارك الله فيك. يلا بدأ يلا. وقتك. يلا. جيد اخواني الاعزاء، ما اتيته من حديث من الكافي. يقول الكافي الشريف الجزء الاول صفحه 457 حديث 8. قال العلامه المجلسي صحيح في مرآة العقول 5/313. قال لما قبض امير المؤمنين عليه السلام قام الحسن بن علي عليه السلام في مسجد الكوفة فحمد الله وأثنى عليه عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. سد الميكروفون. طيب ثم قال أيها الناس إنه قد قبض في هذه الليلة رجل ما سبقه الأولون ولا يدركه الآخرون. إنه كان صاحب راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله. عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل. لا ينثني حتى يفتح الله له. والله ما ترك بيضاء ولا حمراء إلا 700 درهم فضلت عن عطائه. أراد أن يشتري بها خادما لأهله. لقد قبض في هذه الليلة التي فيها قبض وصي موسى يوشع بن نون، والليلة التي عرج فيها بعيسى بن مريم، والليلة التي نزل فيها القرآن. الكافي الجزء الأول صفحة 457 الحديث الثامن. الآن أخذت وقتي وضيعت وقتي. والله يا الباحث أمام الناس، إذا استطعت أن تأتي بدليل واحد من قال الله قال الرسول أن العلماء هم أولي الأمر، ومن هم مصاديقهم بعد رسول الله، ومن هم مصاديقهم اليوم. يعني أسألك اليوم أنت في بلدك من هو ولي الأمر؟ عثمان الخميس ولا الشيخ الأمير مشعل؟ جاوب. نريد أن نعرف قال الله قال الرسول. بقيت لي دقيقة. طيب أيها المسلمون، موضوعنا من هم أولي الأمر الذين نص الله سبحانه وتعالى أن طاعتهم طاعته وطاعة رسوله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والذين قال الله سبحانه وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. أنا أتيت. أنا الأئمة 12 هم أولي الأمر وهم العلماء. قالوا نحن العلماء، وقال رسول الله هم العلماء. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت وليه فعلي وليه.
يا علي أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي، لا يبلغ عني ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. والحديث صحيح عندكم، صححه النسائي والحويني وغيرهم. أين جوابك؟ أنا أريد الجواب، أنا لن أخرج عن الموضوع لو أتيت بما أتيت. لا تقلدني مرة ثانية وتقول أضعها وأرميها وأضعها في كيس. تفضل. خلص وقتك. تفضل وليدي 3 دقائق. ويوسف هو قال ربع ساعة، بعد لك مداخلة، بعد له مداخلة. هو بدأ أنا أختم. هو بدأ وأنت تختم. الختامية تكون 5 دقائق، إذا يريد ياخذ 3 دقائق وآخذ 3 دقائق ثم ياخذ 5 و5 أوكي، أو يريد يختم ب5 الآن يقول لك يقول لك أنا أريد هسه الخامس وأنا أختم بعده. وليد تسمعني؟ افتح كتم وليد مكتوب. تصرخ ابو يوسف، حاولوا تختصرون. اصبر ابو علي اكتم. اعطيك 3 دقائق. اكتب معانا، احنا لسه موجودين. تفضل. اصبر كتموا. لا حد يحكي باباتي، لا حد يحكي كتموا. لا حد يحكي. وليد تاخذ 3 دقائق، ثم لابو يوسف 3 دقائق، النوب 5 ب5. لو انطيك هسه ال5 وانطي لابو يوسف 5. لا ما في 5 خلاص اتفقنا. اول مداخله الختاميه 5 اخونا، البدايه 5 والختاميه 5. هذا هو نظام الحوار عند فرانسوا. هذا هو نظام الحوار. جدري كم مداخله لي؟ احنا منتظرين من زمان. اكتم صلاح، اكتم بدون هرجه. قاموا يتذمرون ايها الاخوه، قاموا يتذمرون بدون هرجه. يلا هسه 3 دقائق. الآن كم مداخلة لي؟ تريد بعد مداخلتين، بعد آخر مداخلة العفو. هذه آخر مداخلة؟ أي 5 هو مداخلات. سألك لحظة، فهمه ما يفهم بسرعة أخونا. شوف تريد تكون هذه الختامية تكون 5 دقيقة. طيب. هاي ختاميتك تريدها 5 وطل أبو يوسف 5 و3 وطل. يلا 5 هذه ختامية صح؟ تفضل. اي بعدها طيب. يختم ابو يوسف وينتهي. هو قال لا يفهم. هو قال الان ابدا الوقت. قال لا يفهم. تعرف من الذي لا يفهم؟ اللي لا يفهم هو الذي يترك الخالق ويدعو مخلوق. اللي لا يفهم هو من يضرب نفسه بالزنجير، يضرب نفسه ويعذب نفسه. الذي لا يفهم هو من يأكل تراب قبر الحسين. وقفت وقتك. شوف في الهرج والمرج بطلها، بموضوعية خليها. راح أعيد وقتك، الظل يسرى يمنه منيتك، خليك في الإمامة وآية الولاية، لا تقول منا ومنا. يلا لك 5 دقائق نعاد وقتك. طيب عشان يتوب مرة ثانية خليه مو منا من اللي فيه أحمد. لا أبو يوسف ما يخالف. من اللي فيه مو منا، والله مو منا. أبو يوسف ما يخالف. والله من تفضل. والله من يلا لك 5 دقائق بدا وقتك. طيب أولا هو صار له ساعة يحتج ويقول أين الدليل؟ يقول الله تبارك وتعالى ما كان المؤمنين لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أتحداه الآن، أتحداه تحدي أن يأتيني بتفسير علماء لهذه الآية. هل هذه الآية التي أنزلها الله تبارك وتعالى، هذه الفرقة التي تنذر الناس وتفقههم في الدين، تشمل أئمة أهل البيت أم غيرهم؟ أتحداه. هذا واحد. إذن أجبتك على سؤالك. الآن أمام الجميع يا أخوان، سمعتم الرواية اللي جابها في الكافي أن أمس فارقكم رجل مات، وهذا الرجل كان عظيم وكان كذا وكان كذا. يا رجل أنت تفهم عربي؟ أكلمك بأي لغة؟ أريد رواية واحدة صحيحة في كتبك أن أحد الصحابة بايع علي، ذهب إلى علي وبايعه على أنه إمام منصب من الله. لا الحسن ولا الحسين بايعوه، والله ما بايعوه على أنه إمام منصب من الله. ساعة وأنا أطرح عليك قول علي الذي قال أنفس بهما أن يموتا فينقطع بهما نسل رسول الله، ما جاوبت. زرارة أقرب مقربين الإمام مات ميتة جاهلية كما يقول الخوي ولم يكن يعرف الأئمة ال12. أنت كل اللي سويته الآن قاعد تذكر لي فضائل علي وبعضها بإسناد ضعيف تجاوزت عنها لأن ما بأضيع وقتي فيها. الآن أمام الجميع يا رجل، طبعا
يستدل بحديث من كنت مولاه، وعلماء يقولون لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم في غدير الخم بكلمة فاصلة واضحة تدل على خلافة علي بن أبي طالب. بل الخوئي يقول أنه لم يحدد الأئمة بأسمائهم واحدة في صراط النجاة واحدا بعد واحد، بل حددهم بالعدد، منهم ما ذكرهم النبي، وهذا يكذب، والله يكذب على الله وعلى الرسول. علماء يقولون النبي لم يحدد، الخوئي قال في صراط النجاة، وهذا الرجل يكذب. الآن أمام الجميع أريد منك يا أيوب، اللي أنا مصدوم من مستواك، أقسم بالله مصدوم. هل تستطيع أن تأتيني برواية واحدة صحيحة غير الرواية اللي جبتها اللي ما فيها علاقة لا من قريب ولا من بعيد؟ وأنا أسأل الشيعة قبل السنة. الرواية اللي جابها وقال فارقكم بالأمس رجل، فيها دليل أن أحد الصحابة من المنتجبين أو غير المنتجبين بايع علي؟ فيها أصلا كلمة بيعة؟ ما فيها. ثم أن المهدي كما يقول آصف محسني، أرجوك أجب على آصف محسني، لا ترد علي. يقول في مشرعة بحار الأنوار الجزء الأول صفحة 408: فإن المؤمنين لم ينتفعوا ولا ينتفعون من إمامهم الغائب عجل الله فرجه، لا في الأصول ولا بالفروع. يعني ما منا فايدة. هذا كلام علمائك. ومن قال بخلاف ذلك فهو تخيل وتوهم ولعب بالعقول. يا شيعة لا تجعلون هذا يلعب بعقولكم كما يقول آصف محسني. الرجل المهدي غير موجود، لا يمارس صلاحيات الإمامة. تحديت أن يأتيني بمسألة واحدة دلكم عليها المهدي، واحدة في أمور الدين، ما استطاع، والله ما استطاع. طيب الله يأمرنا أن نرجع إلى رجل أولي الأمر وهو ولي أمرنا، ما نستطيع أن نذهب إليه، ما نستطيع أن نبايعه، ما نستطيع أن نتعلم منه. طيب إيش فائدته؟ أبي مسألة واحدة شرعية دينية تعلمتوها أو أخذتوها من ولي الأمر. يقول لي من إمام زمانك؟ يا رجل إمامي الحاكم الشرعي التي تمت له البيعة. أنت إمامك تعرف ماذا يقول المجلسي؟ لا بد للناس من إمام ظاهر مشهور كما أمير المؤمنين، وخائف مغمور، خائف. في كتاب الغيبة يقول ولا علة تمنع من خوفه من ظهوره إلا خوفه على نفسه من القتل. خايف الرجل. أتبع إمام خايف؟ أتبع إمام لا يقول لا يمارس وظائف. الآن لو سألتك عرف لي الإمام، أتحداك أن تأتيني بتعريف للإمام يشمل علي. خلص وقتك. إلزام. طيب. يعرف لي الإمام. ماكو إلزام. اكتم أبو يوسف بعد لك الإمامة أعرف الأخيرة يبدأ الوقت. الإمامة في كتاب الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية الجزء الثاني صفحة 12 أو 212 صفحة 12 عفوا، قال الإمامة هي الولاية والسلطنة الإلهية على العباد، يعني التي يعطيها ماذا الله. هذا ينطبق على المهدي. عيد له الوقت كله. نعم كله ينطبق على كل الأئمة. عيد له. اكتم وليد. الولاية والسلطنة الإلهية ينطبق على الإمام المهدي. نعم ينطبق على المهدي. نعم. الآن يمارس السلطنة الآن. يمارس السلطنة الإلهية، ولما تبسط يده سوف يعني تعلمك وليد ليش الهرجة؟ وليد شنو هاي الهرجة؟ وليد كونه إماما لنا، كونه إماما لنا. الإمامة كونه إماما يحمينا من ميتة الجاهلية. الرسول يقول بسند صحيح كان حمى زرار يا رجل. طيب أبو آذر هذا يهرج قام انت رحت نمت. أبو آذر وليد يهرج قام. اكتب ونعاد لك الوقت. تفضل أبو يوسف. كبر لي شاشة أبو آذر. إخواني الأعزاء، شوفوا هذا الرجل بحمد الله أفلس في كل المناظرة، لم يستطع أن يأتينا بدليل واحد. ادعى ادعاءين. الادعاء الأول قال ماذا؟ قال بأنهم هم العلماء، ثم قال هم من
أعطيت لهم البيعة، ناقض نفسه. طالبته بالدليل العلماء ما أعطاني، طالبته بالدليل بأنهم الذين أخذت لهم البيعة من الناس ما أتانا. فإذا بطل كل قول أهل السنة في الخلافة وفي الإمامة، ما عندهم دليل واحد شرعي. ولهذا نقول لكم دائما إن دينهم دين بشري، دين بشري. أما أنا أتيت قال الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال رسول الله ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلى. قال فمن كنت مولاه فعلي المولاه. قال رسول الله لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأئمة من قريش وأنهم 12 إلى يوم القيامة. وقال طبعا هو كذب على السيد الخوئي، والسيد الخوئي قال الروايات الواصلة إلينا من الطرفين، يعني المتفق عليها، ما يسمى بتعبير الفقهاء بالقدر المتيقن المتفق عليه بين الطرفين. يعني المتفق عليه بين الطرفين أنه قالت عدد الأئمة 12، وإلا الخوئي هو 12 إمامي يقول بإمامة الأئمة، وعنده أرجوزة في الإمامة. روح إذا ما تعرف، ومشروحة في 3 مجلدات. إذا أنت ما تعرف يا وليد، أنا أعلم أنك أنت صدمت، أنت فكرت أنه أبو يوسف راح يركض وراك ورا شبهاتك. عمي خلصنا ذاك الوقت، زمن البالتوك، أنت بعدك عايش بطريقة البالتوك، خلصنا. الآن زمن التأصيل العلمي. التأصيل العلمي أيها الناس أن دين الشيعة يمتلك الدليل الشرعي، قال الله قال الرسول، والأحاديث الصحيحة التي يوافقها السنة وهي في كتب الشيعة صحيحة. والدين السني لا يمتلك قال الله وقال الرسول. هم عندهم 4 طرق للتنصيب، 4 طرق. ما هي؟ قالوا الشورى ليست من الله، النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يستخدم الشورى ولا مرة واحدة. هم قالوا شورى بينهم بفهمهم. التغلب، أن ينص الذي قبله على الذي بعده، وهكذا. وما في عندهم أي نص من قال الله قال الرسول، كلها بشرية. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول لماذا أدعوكم لكي تستمعوا لحسن فرحان المالكي والشيخ إبراهيم الشيخي والسيد حسن السقاف، لأن هؤلاء سنة معتدلين ولا ينكرون فضائل آل البيت ومقاماتهم. حسن فرحان المالكي يقول أصح حديث على وجه الأرض حديث الغدير، وهذا المسكين يأتي يريد أن يضعفه. قال اعطني من أئمتك ما تفسير الآية. على السريع، الكافي جزء الأول صفحة 378، باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام. محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا حدث على الإمام حدث كيف يصنع الناس؟ قال أين قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال هم في عذر ما داموا في الطلب، وهؤلاء الذين ينتظرون في عذر حتى يرجع إليهم أصحابهم، إلى آخره. والنفر إلى الإمام. ما عندك أنت شيء، أنت كل اللي عندك إنه تدعي بدون دليل. أين قال رسول الله ارجع لأبي بكر أو لعمر؟ الرسول قال علي وليكم، ارجعوا إلى علي. رسول الله دعا لعلي أن يكون أقضى، ولهذا عمر يقول أقضانا علي. والقضاء يستلزم العلم في الدين وفي الدنيا، يعني هو الأعلم. وأنت قلت العلماء. ما عندك شيء، ما عندك شيء، بس تكذب على الناس، تكذب علينا. والإمام هل استفدنا؟ نعم استفدنا منه. تعال أعطيك 3 مجلدات روايات وأحاديث وأدعية عن الإمام المهدي. على الأقل قال لنا إنه التجسيم باطل. رواية عن الإمام المهدي موجودة في الغيبة الطوسي والنعماني. طيب أنت الآن بقيت لي 30 ثانية. أنت رسول الله من 1400 سنة ما استفدت منه فتوى واحدة. يقول إمام الحرمين الجويني يقول إن عشر معشار ما يحتاجه الناس ليس موجود في الشريعة. يقول أبو حنيفة لو كان عندي رسول الله وحضرني وحضرته لأخذ مني، وهل الدين إلا الرأي؟ ولهذا أنت قلت فهم الصحابة هو مصدر الدين وما أتيت بالدليل، والرأي والقياس والاستحسان ودينك باطل، ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والحمد لله رب العالمين ثبت الحق بالقبضة الإلهية أن علي بن أبي طالب هو أمير المؤمنين وأهل البيت.
الاثنى عشر بالنص، طيب وأن هؤلاء لا دليل موجود عندهم. حتى تطلع نرجع مداخلات. السلام عليكم ورحمة الله نرجع وبركاته. للمداخلات إن شاء إذا عندكم بعد واحد يأتي صيحوا لي، أنا الله. رايح. أنا سويها تقبلني في مداخلات يا مداخلتين عبد.